طبعا النهارده كلنا صحينا من النوم على خبر ولقينا اتحاد الكوره منزل ولجنه المسابقات منزله جدول بمباريات الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز. طب يا عم ازاي ده؟ احنا امبارح بالليل كان في ماتشات بتتلعب ومش عارف ايه، وقلت ان مفيش جدول. لا طبعا بصينا هوب، معرفش هم بيتسحروا بقى ولا ايه. قال لك احنا نعمل جدول ونعمل مش عارف ايه والكلام ده. ولما الدنيا النهارده هاجت والناس بدأت تتكلم، طلع احمد دياب وقال ان دي مش صدفة، احنا كنا عارفين وعملنا الموضوع دوت عشان خاطر الوقت. اضطرينا ان احنا نعمل القرعه دي بالذكاء الاصطناعي. ذكاء اصطناعي مين وغباء اصطناعي مين؟ انت بتضحك على مين؟ الناس فاهمه، الناس عارفه كويس جدا انتوا بتخططوا لايه. نفس الحوار ونفس سيناريو 2019 لما جه هنا بريده ومسك اتحاد الكوره وكان الدوري متوجه لنادي تاني خالص. برضو نفس الموضوع بيتكرر، لكن السنه دي مع بيراميدز الموضوع جاي فحت ردم كله مع بيراميدز. الناس يعني عارفه، باين لكل الناس، باين لاي حد حتى ما بيتابعش كوره. الموضوع باين، الموضوع ظاهر وكلنا شايفين. وحاجه غريبه جدا، الاغرب من كده كمان ان بصينا لقينا الجوله الاولى على طول هتقابل نادي الزمالك. يعني الجوله الاولى من يوم الثلاث الجاي يا جماعه. يعني هل يعقل ان الثلاث الجاي يقابل نادي الزمالك؟ امتى هتلحق تجيب حكام اجانب كويسين ومن مستوى اعلى ان هم يقدروا يحكموا وراه زي دي؟ امتى هتقدر تخاطبهم؟ امتى النادي الاهلي يقدر يخاطبك عشان تقدر تجيب الحكام دي؟ مش عارف ازاي. ولا انت بتحط الاهلي في موقف اصعب عشان تضطر ان انت تجيب له حكام مصريين فلان او علان، مش عايز اذكر حد بالاسم، وتجيب للفار فلان او علان. وبعديها هل من المعقول ان انت المباراه اللي بعديها على طول تقابل بيراميدز اللي هو اصلا الخصم المباشر ليك او المنافس المباشر ليك في بطوله الدوري؟ يعني طيب نفترض ان جماهير الاهلي وارد جدا ان ممكن تحصل مناوشات بين جماهير الاهلي وجماهير الزمالك، هتيجي تروح حارم جماهير الاهلي ان هم يلعبوا مباراه، ان هم يحضروا مباراه مهمه جدا قدام بيراميدز. تبقى ايه الحل؟ طيب افرض لاعب من اهم اللعيبه من النادي الاهلي اتصاب او حصل على انذار او بتاع، ويجي الماتش اللي بعديه مهم مع بيراميدز اللي هو المنافس ليك. فالموضوع يا جماعه الخير الموضوع مترتب، الموضوع معروف. اي حد النهارده قعد مع نفسه وفكر هيعرف ان الموضوع مدروس، الموضوع معروف، الموضوع ممنهج تماما تماما زي 2019. طيب تعالوا كمان نشوف الجولة الثانية. يقول لك ما فيهوش فبركه ولا في حاجه، ده كله ذكاء اصطناعي. قالوا ان من الدور الاول من الفرقه الاولى للتاسع، اللي هم التسع فرق دول ما لهمش جدول، ودول هيلعبوا مثلا سي من الناس ان هو مثلا من فرق مثلا الاول هيلاعب الخامس، الثالث هيلاعب السابع. لا اتفاجئنا بقى ان هم عاملهم ترتيب، يعني عكس الكلام اللي هم قالوه تماما. طيب الاغرب من كده ان بيراميدز راح حطوا له ماتشين في اسكندريه ورا بعض. ازاي؟ معرفش. يعني انت يا عم روح اسكندريه، اعمل معسكر هناك اسبوع، خد الماتشين، اطمن، ارتاح. هل ده يعقل؟ هل ده يعني دي حاجه تتعقل؟ طيب حط له الاول حرس الحدود وبعدين فاركو. طب يا سيدي ما تعمل حرس الحدود وبعدين يجي يلعب ماتش في القاهره. حط له حرس الحدود ويروح يلعب ماتش في بلد تانية. لا، حط له الماتشين في اسكندريه عشان يكون البي مرتاح ويكون مطمن ويكون لعيبته مرتاحه في رمضان ويقدر يكمل ويقدر يفوز بالدوري. طيب تعال الاغرب من كده كمان، الجولتين الاخرانيين تمام، بدايه مع بيراميدز الاهلي وبيراميدز باي، وهيكون كمان بيراميدز لعب الزمالك في الجوله السادسه. انتوا متخيلين؟ حط بيراميدز في طريق الزمالك في الجوله السادسه.
يعني بمعنى ادق هيكون خلاص بان الدوري وتعرف مين اللي هياخد الدوري. هيكون الزمالك طبعا في الحاله دي لو هو بره هيبقى خلاص ممكن بقى من حقه يلعب بالناشئين، يلعب بالاشبال، يلعب زي هو ما يلعب. خلاص الموضوع مش فارق معاه والدوري بخ. ف وشفنا وكلنا تابعنا، شفنا السنه اللي فاتت لما عضو مجلس اداره او مسؤول من نادي الزمالك اللي هو حاليا احمد حسام ميدو لما طلع وقال اوه بيراميدز، يعني الموضوع باين للكل، الموضوع على عينك يا تاجر. طيب الاغرب من كده ان خلى الجولتين الاخرانيين بيراميدز والاهلي باي. طب ازاي؟ ازاي يا جماعه الخير؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل في الدوري المصري ده؟ ايه الفساد اللي بيحصل ده؟ ايه الحاجات اللي بتحصل مع النادي الاهلي دي؟ ايه ده يا جماعه ده؟ ايه ده؟ عايزين تدوا بيراميدز الدوري ادوه لهم وخلاص وريحونا. عايزين تدوه لهم قولوا لنا وريحونا. نوفر بقى ان احنا نشتري لعيبه، نوفر ان احنا جماهير تتحرق دمها، نوفر حاجات كتير جدا نوفرها. لكن اللي بيتعمل في الدوري المصري ده حاجه هتجنن بصراحه. هل من المعقول اللي بيحصل؟ هل من الطبيعي اللي بيحصل مع النادي الاهلي؟ ولو هم متعودين ان مسؤولين النادي الاهلي ما بيتكلموش، ده لازم مسؤولين النادي الاهلي يتكلموا. لازم في الموضوع ده بالذات تطلع مسؤولين النادي الاهلي تتكلم. كمان مش المسؤولين الاهلي بس، بقى الانديه التسعه يا جماعه لازم يتكلموا. يعني ايه جدول اتحط من غير حضور اعلامي، من غير حضور الفرق المشاركه؟ طيب ده الاعجب من كده كمان الناس اللي هم بينافسوا كمان بقى باقي الفرق اللي هي هتنافس على البقاء او عدم الهبوط. شوف سبحان الله، ما لهمش دوري وما اتعمل لهمش جدول. ليه ان شاء الله؟ هو الغباء الاصطناعي او الذكاء الاصطناعي جه ساعه الفجر وخلاص قال لك يا جماعه انا خلاص صمت هصوم، خلاص بديت الصوم مش هقدر؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه التهريج اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل مع النادي الاهلي ده؟ مش ممكن يا جماعه. لازم وقفه من اداره النادي الاهلي، لازم وقفه من مجلس اداره النادي الاهلي مع الموضوع ده بالذات. الموضوع باين على عينك يا تاجر. توجيه لمين؟ الدوري رايح فين؟ من اجل الاستثمار. عشان كده بننادي وبنقول يعني بدل حرقه الدم دي وبدل اللي بيحصل لازم تدخل من مجلس اداره النادي الاهلي، لازم توضيح صريح للامور اللي بتحصل من اتحاد الكوره ومن لجنه المسابقات وكمان لجنه الحكام اللي هي بتعين حكام بعينها في الفار، او في حكم الساحه للزمالك وبيراميدز. مش هقول اكتر من كده.